دي إيمي إنسانة مهذبة ومثقفة وبتشتغل كاتبة وليها جمهور، والفيسبوك بتاعها اسمه أنا حبيبة نيك. إيمي اتعرفت على نيك في حفلة يوم الوقفة، وابتدوا يكتشفوا إنه فيهم حاجات من بعض وإنه هيبقى شبهي وشبهك، فبيتصاحبوا. وبعدها بسنتين بيتقدم لها في حفلة توقيع لكتابها الجديد، ويقول لها إيمي will you marry me؟ فبتتكسف كده وتقول له يا اسطى ما أنت شفت كل حاجة على الدش. بتعيش إيمي مع نيك حياة سعيدة جدا في بداية جوازهم، وبتروح إيمي اللي كانت زوجة مثالية ما تطلعش منها العيبة، بتحافظ على جوزها والأكاونت بتاعها اسمه زوجي قرة عيني، تقول لنيك اوعدني إننا ما نبقاش زي الناس اللي الجواز بيبوظ حياتهم. فنيك بيقول لها عيب، ولكن بما ان العيب على الجيب فالماديات فعلا ابتدت تاثر على جوازهم. نيك بيكتشف ان مراته ادت لاهلها ال $900,000 اللي حيلتهم، وهو ساب شغله وبقى عاطل، وبعد كده بينقلوا الميزوري عشان يراعي امه المريضه من غير ما ياخد راي مراته، وهناك بتشتري له بار على حسابها. ولكن نيك بيتغير وبيبتدي يتعامل كانها مش موجوده في حياته، ولكن ايمي تسكت، لا تراقب جوزها زي اي ست بيت محترمه حصل، وبتكتشف انه بيخونها مع بنت من بتوع اليومين دول اسمها اندي. فايمي بتقرر انها تربيه وتنتقم منه. بيجي يوم ذكرى جوازهم الخامس، ويروح نيك البيت وهو عازم ومقرر انه هيفتح مراته في موضوع الطلاق، وان العلاقه دي هتنتهي يوم السبت، ولكنه بيلاقيها اختفت وبيلاقي اثار عنف، فبيخمن انها اتخطفت، وبيكلم الشرطه اللي بتيجي تعاين المكان وتستنتج ان غالبا كده ايمي اتخطفت او اتقتلت. فالظابطه بتروح تواسي نيك وتقول له غالبا كده البقاء لله. فنيك بيتاثر ويقول لها انا انطفيت، وبتخليه يقعد عند اخته مارجو لحد ما يفتشوا البيت يمكن يلاقوها. بتبتدي الظابطه تكتشف شويه حاجات كده نيك كان مدكنها للحبايب وما كانش قايلها للشرطه، زي انه علق بوليسة التامين على حياتها $1,200,000، وان الكريدت كارد بتاعه عليه مديونيه باكتر من 100,000. وتبتدي تشك في تصرفاته اللي هو انت شكلك قتلت مراتك يا اسطى. وبعد كده بتحقق مع نويل جارتهم اللي بتقول انا ايمي دي كانت البيست بتاعتي، وانها اخر فتره كانت بتشتكي لي من نيك وخايفه منه لحسن يقتلها. بيبتدي الاعلام والشرطه يتعاملوا مع نيك على اساس انه قتل مراته خلاص، خصوصا بعد ما بيلاقوا دفتر مذكرات لايمي بتشتكي فيه من نيك، وانها خايفه منه في اخر ايامه وحاسه انه هيقتلها. دي بقى نانسي، سابقا كان اسمها ايمي، ولما حست ان جوزها بيتغير معاها وطلع بيخونها قامت حاطه خطه انها تخلي جوزها لهتم لهطه للعبيط يدخل السجن. وبنكتشف ان هي اللي ضحكت على جارتها واوهمتها ان جوزها شرير وانها خايفه منه، وان هي اللي طلبت من جوزها يرفع بوليسة التامين، وانها زورت مسرح الجريمه وراحت اشترت عربيه بعقد ابتدائي وهربت فيها، وقررت انها هتقتل نفسها فعلا عشان جوزها يتعدم. لوسيفر انت بتعيط. وبتأجر ايمي بيت صغير كده وبتدخل الحمام وبتشوه وشها بشاكوش عشان لما يلاقوا جثتها يلاقوها مشوهه ومضروبه. نيك بيعرف ان اللي بيحصل ده كله من تدابير قرة عينه، فبيروح يستعين بتانر بولت اشهر محامي في تخصصه، وبيدوروا في تاريخ مراته لحد ما بيلاقوا 2 رجاله في حياتها، منهم واحد اسمه تومي اوهارا كانت ايمي رافعه عليه قضيه اغتصاب من 8 سنين. وبيروح نيك يقابل اوهارا اللي بيقول له ان ايمي دي ضيعت مستقبلي واتهمتني باغتصابها. فنيك بيقول له والنبي برد ناري يقول انك اغتصبت مراتي فعلا. فاوهارا بيقول له فيها يا كابتن انت بتقول ايه بس؟ ما حصلش والله، ده هي اللي لفقت لي التهمه لما قلت لها ناخد بريك. يا نهار ازرق، وانا اللي كنت عايز اطلقها. بتبتدي ايمي بقى تتفرج على الزيطه المعموله على جوزها وتتبسط. وبولت المحامي بيقنع نيك انه يطلع في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا بتاع امريكا، ويعترف انه خان مراته عشان يكسب رضا الاستاذه مفيده شيحه، كل الحب الاستاذه مفيده شيحه اقسم بالله، وعشان الشرطه كمان ما تاخدش خيانته كدافع لقتل مراته. ايمي وهي بتلعب جولف في الجنينه مع جريتا جارتها اللزجه هي وصاحبها الالزج، بيقع منها البوك بتاعها اللي فيه الفلوس اللي بتصرف منها. فجريتا بتقول لها انا كنت فاكراكي فقيره وكحيانه زينا. وبيدخلوا عليها تاني يوم البيت ويفتشوا في كل مكان عشان يسرقوا فلوسها، وبيقول لها فين الفلوس يا موزه؟ فبتقول له ميرسي والله على الاطراء بس انا معيش فلوس. فبيقول لها صدقه وحياة جريتا عندي مصدقك. وبتلاقي ايمي نفسها في الشارع مشرده ومش عارفه تروح فين، وما بتلاقيش حد تلجأ له غير ديزي حبيبها القديم، وتقول له انا عملت كده عشان خفت منه، وان انت الحافز الوحيد اللي كان مخليني اصبر عليه كل السنين دي. فبيقول لها بجد؟ بتقول له يوم الحد، وبتشتكي له من اللي نيك عمله معاها، وانها خايفه تروح للبوليس، وبتساله هل انت شايفني غلطانه؟ فديزي قال لها مفيش بنت خاينه، احنا اللي مش رجاله، وبيخبيها عنده في البيت. بيطلع نيك في التلفزيون يقول ان هو مش قاتل ولكنه خاين، وانه غلطان في حق مراته، وانها وحشته جدا، وان مفيش بنت خاينه، احنا اللي مش رجاله. وبيبص للكاميرا ويقول ايمي انا بحبك. فديزي بيتعصب يقول له حبك برص يا خاين يا حيوان. فبتقول له اهدى حكاكه شويه كده والنبي انت كمان. وبتتاثر ايمي بكلامه وبتحن له، فبتحط خطه جديده عشان تصلح كل ده. نيك بيتقبض عليه، ومارج اخته بتنهار وتقول اخوه يا حبيبي هيقتلوه ان شاء الله، ولكن المحامي بتاعه بيطلعه بكفاله. ايمي بقى بتستغل وجود كاميرات في كل حته في البيت وتمثل قدامها انه تم اغتصابها من ديزي. وبيجي ديزي بالليل فتقول له ارجوك جرجرني للرذيله، واول ما يبتدوا يرزلوا على بعض تقوم دبحاه البقاء لله، احنا اللي مش رجاله. بيصحى نيك من النوم يلاقي الدنيا مقلوبه، فبيطلع يلاقي مراته غرقانه في الدم وماشيه وسط الناس وتترمي في حضنه، فيقول لها يا بنت
وسخه، وبتعترف للشرطه ان ديزي هو اللي خطفها وضربها وربطها في بيته وجوعها وقصلها شعرها واغتصبها. مفيش بنت خاينه، احنا اللي مش رجاله. وبتفضل تدافع عن جوزها وبتطلعه ملاك بريء وان هو البطل الشجاع اللي اتحمل كل حاجه عشان حبيبته. واول ما بيوصلوا البيت بيقول لها فكك من الدور اللي انت عايشه فيه ده. قالت له بقول لك ايه، انا بتكلم بجد، نيك اللي شفته على التلفزيون ده هو حبيبي ابو احمد اللي انا نفسي فيه. وبيقول لها احكي لي كل حاجه، فبتحكي له وبيقول لها انت قتله. قالت له بيبي انت طلعت ترجتني عشان انقذك، المفروض تشكرني. فبيقول لها انا همشي. قالت له عشان الصحافه تدشملك، وبيعرف انها حامل. فبيقول لها خلصان هعيش معاكي، يلا معلش كله عشان احمد. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وتعملوا شير للفيديو ده لان الشير مهم جدا عشان نكمل، وفولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج لنا الفيديو ده. سلام.